المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية وفيها: جهود لتقوية العملية التعليمية في الإقليم الجنوبي، تقييم أنشطة تحسين حياة المعاقين في عصب، 757 قتيلا في تحطم طائرة الإثيوبية، خلاف جديد بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الخروج، وارتفاع عدد قتلى فيضانات مالاوي إلى 28 شخصا. أهلا بكم مشاهدينا. أعلن مكتب التعليم في الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقده في مدينة مندفرة في 6 و7 من مارس أن الجهود المبذولة بالتعاون مع الإدارات والمجتمع لتقوية العملية التعليمية قد حققت نتائج مرضية. أوضح مسؤول المكتب الأستاذ هبتزقيق دانية في نتائج امتحانات النصف السنوي التي قدمها بأن النجاح بلغ نسبة 88% في المرحلة الابتدائية، و71% في المرحلة المتوسطة، و72 في المرحلة الثانوية، مشيرا إلى نجاح نسبة 81% من الطلاب البالغ عددهم حوالي 202 ألف طالب في الإقليم. وقال إن تسيب ومقاطعة الطلاب للدراسة من الظواهر المقلقة، ويتوجب تعزيز اهتمام الطلاب وأولياء الأمور ورفع المساهمة المهنية للمعلمين. وذكر تقارير المديريات أن التعليم بدأ في الوقت المحدد له في بداية السنة الدراسية لمد الطلاب بالكتب والأدوات الدراسية في أوانها، موضحا بأن نقص معلمي لغة الأم والمعامل وتعليم تقانة المعلومات كانت من أهم التحديات. ودعا الاجتماع لإيجاد حل لنقص الكتب والمعلمين وتأهيل المعلمين وتوفير معدات وتجهيزات الخدمات التعليمية. ودعا حاكم الإقليم الجنوبي السيد إفريم جبر كريستوس في الاجتماع لمواصلة دعم الإدارات والمجتمع لتقوية العملية التعليمية، مؤكدا على اتخاذ الخطوات بالتنسيق مع الجهات المعنية للحد من مقاطعة التعليم والدفع ببرامج محو الأمية. هذا وتوجد في الإقليم الجنوبي 162 روضة أطفال، و261 مدرسة ابتدائية، و93 مدرسة متوسطة، و29 مدرسة ثانوية. أوضحت جمعية معاقي الحرب في الاجتماع الذي عقدته في مدينة عصب أن البرامج الكبيرة التي قامت بها لتحسين الحياة المعيشية للمعاقين حققت نتائج مرضية. وقال رئيس الجمعية الأستاذ جبر برهان ياسو في المنتدى الذي عقد تحت شعار عهد جديد لمستقبل مشرق أن الجمعية قامت بدور ريادي في البرامج المنفذة لدعم المعاقين في كافة المجالات، مشيدا بالدعم الحكومي الكبير، وأشار إلى القيام بأنشطة الخدمات الصحية والدعم الاقتصادي وخلق فرص العمل والتأهيل المهني بعد إجراء الدراسات التي توضح خطورة ونوعية الإعاقة والمستوى التعليمي والحياة الاجتماعية والعمر والقدرات المهنية والعمل لتحقيق رغبات وتطلعات المعاقين حسب الأولويات. وذكر تقديم المواطنين في الداخل والمهجر الدعم للمعاقين إدراكا بأنها مسؤولية الجميع وليس الحكومة وحدها، وسيتم الدفع بإقامة المؤسسات الاقتصادية للمعاقين المؤطرين في جمعيات. وأكد المدير العام لقسم الخدمات الاجتماعية في إقليم جنوب البحر الأحمر السيد محمد علي في ختام المنتدى بأن إدارة الإقليم ستعمل جاهدة لإنجاح برامج جمعية معاقي الحرب. وناشد المشاركون في المنتدى ناشدوا بالدفع بأنشطة تقوية قدرات المعاقين المهنية والاقتصادية. دعا مسؤول التعليم في مديرية أقردات الأستاذ جبر ميكائيل الأزار سكان المديرية للاهتمام بالتعليم التمهيدي ودعمه، وقال إن الأطفال يحتاجون لرعاية الأسرة حتى سن الرابعة وإلحاقهم بعد ذلك بالتعليم
التمهيدي، وأن مسؤولية أولياء الأمور والمجتمع هي بناء الفصول الدراسية وإقامة أماكن الترفيه بالتعاون مع الإدارات. وأفاد أولياء الأمور بأنهم لمسوا عمليا بأن الطفل الذي يبدأ بالتعليم التمهيدي يكون ناجحا في دراسته، داعين لتركيب إشارات المرور في الطرقات المؤدية إلى المدارس لضمان سلامة الطلاب. وأشار معلمو رياض الأطفال بأن هذه المؤسسات التعليمية تحتاج لدعم المؤسسات الحكومية وأولياء الأمور والمجتمع، حيث تواجههم صعوبات بسبب ارتفاع إيجارات البيوت وأدوات الترفيه وغيرها. وجه الاتحاد الوطني للمرأة في الإقليم الجنوبي لتطوير قدرات المرأة وضمان الفرص المتساوية وتمكينها مهنيا واقتصاديا لتقوية إنتاجيتها. جاء ذلك في الاحتفال الذي أقامه الفرع في صرونا بمناسبة 8 مارس بحضور وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة لؤلؤ قبراب ومسؤولو الحكومة والجبهة وسكان مديريتي صرونا ومعيني. وأكدت مسؤولة فرع الاتحاد في الإقليم الجنوبي السيدة سنايد أفورقي في الكلمة التي ألقتها بوجوب العمل باهتمام كبير للارتقاء بقدرات المرأة باعتبارها نصف المجتمع وتمكينها، والذي يعتبر تطويرا للوطن. وقالت إن الإنجازات التي تحققت في مشاركة المرأة في التعليم والتقدم الذي أحرز في محاربة العادات المتخلفة وختان الإناث يدفع لمضاعفة العمل. من جانبه أوضح حاكم الإقليم الجنوبي السيد فريم قبر كريستوس أن احتفال 8 مارس هذا العام يعتبر استثنائيا لمجيئه في مرحلة مبشرة، داعيا المرأة لضمان فرصها المستقبلية عبر العلم والمعرفة والإنتاجية. وشهدت المناسبة فعالية ثقافية تعكس مساهمة المرأة الإريترية وحفل فني أحيته الفرقة الفنية للشرطة. مشاهدينا، نشرتنا تتواصل من الفضائية الإريترية، ولكن بعد فاصل قصير فابقوا معنا. وفي الشأن العالمي، أعلنت شركة الطيران الإثيوبية الرسمية أن جميع الركاب الذين يعتقد بأنهم كانوا على متن طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية التي تحطمت صباح الأحد بعد الإقلاع من أديس أبابا قد لقوا حتفهم. وكان 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد على متن طائرة الركاب من طراز بوينغ 737، والتي كانت في طريقها إلى العاصمة الكينية نيروبي. وقال تولدي قبر مريم الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية الإثيوبية في مؤتمر صحفي إن ركاب من 33 دولة كانوا على متن الطائرة. ويعتقد أن الطائرة التي اختفت من الرادار بعد 6 دقائق من الإقلاع تحطمت في منطقة بيشوفوتو التي تقع على بعد 60 كيلومترا جنوب شرق العاصمة. ولم يتضح بعد سبب الحادث، لكن شركة الطيران ذكرت أن الطيارة أبلغ عن وجود صعوبات وطلب العودة إلى أديس أبابا. وأمرت السلطات الصينية شركات الطيران المحلية بوقف التشغيل التجاري لطائرات بوينغ 737 ماكس 8. وكانت طائرة أخرى تابعة لشركة ليون إير من نفس الطراز تحطمت في البحر بالقرب من أندونيسيا منذ 5 أشهر، وعلى متنها قرابة 190 شخصا. رفضت بريطانيا عرضا أوروبيا جديدا للخروج من الاتحاد الأوروبي ووصفته بأنه إعادة فرض أطروحات قديمة. واتهم وزير شؤون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي البريكست ستيفن باركلي كبير المفوضين الأوروبيين بمحاولة إعادة فرض الحجج القديمة في ظل استمرار المحادثات بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي لتسوية عملية الخروج. وعلق وزير الخروج البريطاني ستيفن باركلي بأن المملكة المتحدة قدمت مقترحات جديدة واضحة، ومن المقرر أن تقادر بريطانيا رسميا في 29 من مارس الجاري، رغم أن البرلمان لم يوافق بعد على شروط الانسحاب. ولا يزال الخلاف قائما بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي حول القضية المثيرة للجدل المتمثلة والتي تهدف إلى منع عمليات الفحص الفعلي على الحدود بين إيرلندا الشمالية وجمهورية إيرلندا. قال مسؤول في مالاوي أن عدد من لقوا حتفهم بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات في جنوب البلاد ارتفع إلى 28 شخصا، فيما تشير التقديرات إلى أن عدد من تضرروا زاد إلى المثلين. قال متحدث باسم إدارة مكافحة الكوارث في وزارة الأمن الداخلي أن عدد الوفيات المسجلة بلغ 28 إضافة إلى إصابة 124 شخص. وأضاف في تصريحات أن العدد الإجمالي للعائلات المتضررة بلغ أكثر من 4000 شخص. وعمليات تقييم حجم الأضرار في كل المناطق 14 التي تأثرت جارية. وأعلن رئيس مالاوي آرثر بيتر موثاريكا أن المنطقة منكوبة بعد أن تسببت عاصفة في فيضان النهار على ضفافها، مما أقرع قرى وقطع إمدادات الكهرباء والمياه عن بعض المناطق.
انتهت النشرة، شكرا على حسن المتابعة، تحية لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.